محمد عواد حجيجي أسير فلسطيني من بلدة قراوة بني زيد، والتي تقع في الشمال الغربي لمدينة رام الله. قبل بضعة أيام أكمل عامه السادس عشر في الأسر في سجن النقب الصحراوي، حيث اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 15 من تشرين الثاني من عام 2006، وحكمته 23 عاما، وكان عمره آنذاك 23 عاما أيضا. محمد ذلك الشاب الذي كان يطمح لبناء مستقبله كغيره من أبناء جيله، ولكن يمضي أجمل سنين عمره خلف القضبان. إجراءات الاحتلال التعسفية تحول دون زيارة لوالدته له، علما أنها لم تره منذ نحو 6 أشهر، وتتمنى لقاءه في القريب العاجل. الله يرضى عليه، ما في كسر قريب يا الله. له 16 سنة في السجن، محكوم 23 سنة. هو كبير في أولادي، الله بيعلم قديش بيعز علي. إن شاء الله الفرج قريب يا الله. الله يرضى عليه، روح لي إياه بالسلامة يا الله. محمد يمه بكى زلمة عكد حاله لحد الآن ما شاء الله عنه في السجن، خاتم القرآن وبكرة معاملته مليحة والشباب بيحبوه، ووجود في سجن النقب، والحمد لله رب العالمين. الفرج قريب له، الله يرضى عليه وعلى جميع المعتقلين يا الله، وجيب لي إياه بالسلامة وأفرح فيه. محمد الساعات كان عزاب، يعني مش متجوز. إن شاء الله إني أنا قاعد بصبر وربنا بجبر إنه يروح بالسلام علي ونفرح فيه. الحمد لله رب العالمين على كل حال، الله يرضى عليه. محمد ذو عزيمة وإصرار، حيث أكمل دراسته الجامعية خلف القضبان، واكتسب مهارة الخطابة، فهو خطيب يوم الجمعة ويؤم الناس في الصلاة. قبل بضعة أيام أكمل شقيقه ووالدته بناء منزله في القرية، وتتمنى أن تراه قريبا في منزله، وأن تزفه عريسا كغيره من الشباب. إيمانه بعدالة قضيته وحق شعبه في العيش بحرية وكرامة والانعتاق عن الاحتلال جعله يقدم على العمل المقاوم ويدفع الثمن لقاء ذلك. أسرته تؤازره وتقف جانبه، كونها تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وأحقية شعبنا كغيره من شعوب الأرض يحيا بحرية ويعيش بكرامة.